عامة يعني مرهونة لإرادة بعض الأشخاص الذين يعني يتحكمون فيها لأسباب لا علاقة لها بالقطاع وإنما عندها علاقة برهانات سياسية. هذا الشيء اللي كانت حكومة مفرطة فيه ومفرطة بالتالي بحقوق عموم المواطنين. هذه الحكومة كتحمل مسؤوليتها وتقول بلسان صريح واضح: الإضراب يقابل الاقتطاع، هذا هو القانون وليس هناك شيء غيره. لا قالوا الدستور، نقول بأن الدستور كيقول بأنه كاين الحق الإضراب، ولكن الدستور أيضا إذا كان الحق الإضراب حق فكيربط الحقوق بالواجبات. إذا كان عندهم حق الإضراب، أنا عليا في وزارة العدل وكذلك باقي مكونات الحكومة علينا واجب الاقتطاع حماية لحقوق جميع المواطنين. الخطاب الأخير لجلالة الملك السيد الوزير أمام افتتاح السنة التشريعية أو أثناء افتتاح السنة التشريعية الثانية عاد مرة أخرى للتوقف عند ورش إصلاح القضاء حتى يستجيب لمضامين الدستور الجديد من إصلاح أوضاع العاملين في القطاع وبالأساس تكريس استقلاليته. أين وصلت خطوات الإصلاح؟ تعلمون بأن موضوع إصلاح القضاء هو فقط جزء من إصلاح عام وأشمل، وهو المنظومة القضائية. نحن الآن إزاء إصلاح المنظومة القضائية، الإصلاح العميق والشامل وفي إطار حوار وطني مجتمعي، وهذه مسائل جديدة في المغرب وتتطلب منهجية جديدة ووقت يعني شوية معقول. ولذلك نقول بأننا قطعنا مراحل وتنتظرنا مراحل، وأعتقد بأن نهاية هذا الحوار ستكون إن شاء الله في شهر مارس المقبل. ولكن عندنا يومي الجمعة والسبت المقبلين محطة إفران، حيث سنناقش تخليق المنظومة القضائية، لأنه مطلوب أن تكون النزاهة والشفافية على مستوى كافة العاملين في المنظومة، سواء كانوا قضاة أو كتاب ضبط أو محامين أو مفوضين قضائيين أو عدول أو غيرهم. إذن هذا الشيء اللي مطلوب منهم، خاصنا نحاولوا ما امكن نناقشوا ونقولوا كيف سنجسده، كيف سنقوم باصلاحه. هذا هو النقاش ان شاء الله اللي غادي يشارك فيه الان كيكدوا لنا 320 شخص من كافه القطاعات ومن المجتمع المدني ومن الساده القضاة والساده كتاب الضبط والمحامون وغيرهم. كلهم اكدوا الحضور ديالهم، واكيد ان هذا النقاش سيستمر الى حين انتاج اصلاح عميق وشامل لمنظومه العداله بحول الله. السيد الوزير، سؤال أخير: ما الذي حدث بالأمس وهل له علاقة بهذا النقاش الدائر؟ ما الذي حدث بالأمس مع المعارضة داخل البرلمان؟ لا، هو حدث عارض، لكن هذا الحدث صراحة جاء في سياق واحد الوضع اللي هو غير معقول في مجلس المستشارين، لأن مجلس المستشارين فيه ما يسمى بنقطة الإحاطة. نقطة الإحاطة يجي المستشار مفروض هكذا ويتكلم مثلا على انه كاين عندنا في واحد المنطقه لا قدر الله فيضانات ويطلب من الحكومه باش تدخل، او كاين واحد الحريق باش الان شنو عاد وسيله من وسائل مراقبه الحكومه وجلدها، والحكومه كيقول لك ما عندناش الحق تجاوب، لانه البرلماني المستشار يتكلم بكل حريه ويقول ما شاء له عقله ان يقول، وانت يسمع السيد الوزير والسلام. الذي حصل هو انه بعد هذه الحصه اللي هي فيها جلد غير معقول وغير مقبول وفيها كلام غير صحيح، وقد صدر عن بعض المستشارين كلام على قطاع العدل اقول غير صحيح تماما، جينا وكذلك كان في حق السيد رئيس الحكومه الى غير ذلك، جينا للجلسه على اساس الاسئله الشفويه، فاذا به مستشار ياخذ الكلمه ويمشي يتحدث على موضوع سؤال كان وجهه رئيس الحكومه ورئيس الحكومه ما حضرش الى غير ذلك، وهو يعلم علم اليقين ان حضور رئيس الحكومه انما يكون من اجل مناقشه القضايا السياسات العامه، ويكون باتفاق مع كافه مكونات المجلس المستشارين بما في ذلك الرئيس اللي هو معني، وهذا لم يكن قد تقرر، ومع ذلك مشى كيتكلم حتى قال الخيانه، تحدث عن الخيانه، وهذا النوع ديال المصطلحات وهذا المعجم هو معجم خطير، وهذه الممارسات هي خطيره، والمشكل ما عندناش حق نردو. طبعا درت اشاره بان الشيء غير معقول، فاذا به يتوجه الي بكلام يعني لم اقبله، فوقعت هذه الحادثه التي يمكن ان تقع في اي مكان.